أنا سمعت فيديو صغير ريلز لقداسة البابا بيتكلم مع طفلة ملاك صغير، عصفور صغير، آه، عن أب الاعتراف. الفيديو ده أكيد يعني مش قداسة البابا هو اللي عامله بقصده ونشره، لكن اللي نشر الفيديو ده، دي وجهة نظري. لو مش عاجبة حضرتك اعملي بلوك، ما تسيبليش تعليق. أصل التعليقات بتبقى بتقلل من قيمة العقلية المسيحية. الفيديو ده تقليل من عراقة المسيحية. دي اول نقطة مهمة جدا بصرف النظر عن الفيديو، لان الفيديو طبعا مفهوم من كلامها ان هو كان يعني بيرسم او بيرسخ في وجدان الاولاد الصغيرين ان المسيحية هي الكائن. الكائن ده هو المسيحية، كل ما هو بخلاف الكائن ليس المسيحية. طيب، نرجع بقى للسؤال الجميل بتاع الدكتورة ميري، هل المسيحية هي الكهنوت؟ هتستغرب لو قلت لك، ومن حقك تراجع، ان الكهنوت ابعد ما يكون عن المسيحية. يعني الكهنوت ملوش علاقة بالمسيحية على الاطلاق. المسيحية لما نشأت ما كانتش تعرف حاجة اسمها كهنوت اطلاقا، نهائي خالص. ده بعد كده لو انت يعني بتتابع تاريخ الكهنوت، مجموعة كده انعزلوا في الصحراء وبدأوا يعني ياخدوا مسار مخالف لحياة الناس، وبعدين بدأ يعني ناس تقلدهم وهكذا، ونشأت بقى حتة الكهنوت، أو بقى خلينا واضحين الرهبنة. يعني خلينا واضحين الرهبنة عشان محدش يفهم الكهنوت بالمعنى الاصطلاحي بتاع الكتاب المقدس. حتة ان مجموعة منعزلين وتنقطع عن الحياة، وهم اللي بعد كده يعودوا الى الحياة في زي اسياد، وهم اللي يرسموا الخطوط العريضة على حياة المسيحيين، دي ملهاش اي وجود نهائي نهائي في المسيحية.